هو الهاكر البرازيلي كينو بتاع بيراميدز فين دلوقتي؟ في سنة 2018 بيراميدز كان بيلعب سوبر ليج تقريبا، ضم لعيبه من اوروبا واسيا وامريكا وعدد كبير جدا من المحترفين، ورغم عدد الاجانب الكبير جدا ولكن كينو كان مختلف. كينو وقتها انضم من بالميراس بقيمة 8.5 مليون يورو، انت متخيل الرقم؟ ورغم انه لاعب اصلا جاي علشان ياخد الدوري من الاهلي، بس جمهور الاهلي والزمالك واي جمهور في مصر كان بيستمتع لما الكرة تروح لكينو، ولانه مش خطير بس في الواحد على واحد، لا ده مرعب لو قدام خمسة، لدرجة انه وصل لمرحلة ان مدافعين الدوري المصري خايفة تخش عليه اصلا. مع اول مباراة مع بيراميدز بتعدي ما يسجلش ولا يصنع، ولكن بعدها على مدار 7 مباريات كاملة بيقدر يسجل او يصنع وقدم تأثير واضح جدا. ورغم ان بيراميدز وقتها ما كانش بيقدم افضل نتائج، بس كينو دايما حاضر، ومش بس امام الفرق الصغيرة، لا كينو سجل وصنع قدام الاهلي، كينو سجل وصنع امام الزمالك. كينو وفتحي وبيركن جول فجميلة جدا كينو. ومع نهاية الموسم كينو قدر يسجل 11 هدف وصنع 10 في 33 مباراة، يعني 21 مساهمة في أول موسم ليه في الدوري المصري، مع نادي لسه جديد ولسه سكواد جديد بشكل كامل، ولكن قادر يقدم إضافة كبيرة وكان عنده حلول وكان لاعب مختلف فعلا. ورغم الأتوبيس اللي جاي من أوروبا وأمريكا وآسيا، بس برضه الأهلي خد الدوري وبفارق 10 نقاط كاملة عن بيراميدز وقتها و8 نقاط عن الزمالك. عشان تعرف كويس جدا ان الاهلي بمن حضر، شوف فرق السكواد والاسامي بس على مين؟ ده الاهلي. فالتجربه فشلت بعدد الاجانب الكبير جدا لبيراميدز في الموسم ده، علشان بعد نهايه الموسم يركبوا الطياره ويرجعوا بلدهم مره ثانيه. خلاص بقى مش هتنفع، لان رغم عدد المحترفين الكبير جدا لبيراميدز الموسم ده، ولكن هتلاقي ان ناصر منسي متالق، هتلاقي ان قفشه كان متالق جدا، ولما انضم عبد الله السعيد لعب على حساب كل الاجانب دي. فالمشروع نفسه فشل بسبب ان النادي الاهلي خد الدوري، اما كينو انتقل للدوري الاماراتي لنادي الجزيره. ولما اتسال بتشجع مين، الاهلي ولا الزمالك؟ زملكاوي ولا اهلاوي؟ يعني علشان كده كينو اهلاوي. كينو مع الجزيره شارك في 16 مباراه، سجل 3 اهداف وصنع 7. في النهايه ما كملش وقال لك ارجع بلدي مره ثانيه واشوف الدنيا في الدوري البرازيلي بتقول ايه، وانتقل لاتلتيكو مينيرو البرازيلي. 3 مواسم 125 مباراه، سجل 25 هدف وصنع 17. ورغم عدد الدقايق اللي ما كانش كبير، ولكن كان دايما بيقدم اضافه هايله في الملعب. ثم في 2023 ينتقل لنادي فلومينينسي، والفريق اللي شارك في كاس العالم واللي واجه النادي الاهلي. وبالمناسبه كينو واجه النادي الاهلي للمره الثالثه في تاريخه في كاس العالم مع نادي فلومينينسي، وحتى الان مكمل مع فلومينينسي، ويعني الدنيا ماشيه. وحاليا كينو عنده 35 سنه، الزمن جري ولا ايه؟ وبس يا سيدي، ده كانت قصه ماركوس دا سيلفا كينو لاعب بيراميدز السابق. دي اول حلقه طويله من سلسله حلقات هو فين دلوقتي. قول لي الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين؟